مره مثلا ست اتفاجئت انها حامل في السابع اصلا. ايوه، وكانت الست دي يعني المفروض ان هي فاكره انها خلاص، يعني هي فاكره ما بتخلفش. فكره الولاده وان انت بتديهم بيبي جديد بيبقوا فرحانين، الفرحه دي برضو فرحه كبيره. حاله مره كانت بتصحى بيها الساعه 3 الفجر، يا دكتوره هو ينفع اكل شيبسي ولا لا؟ يعني بس دكتوره برضو يمكن في بعض المرضى بيبقوا متخوفين من حته الحلال والحرام في النقطه دي. ايوه فعلا السؤال ده بتساله كتير. في ناس فاكره ده حرام. ورا كل نجاح رحله مش بتتقاس بس بعدد سنين الدراسه، لكن كمان بتتقاس بحجم التحديات وعمق الانسانيه وقوه الاصرار. النهارده في بودكاست حكيم على السوشيال برعايه شركه كور فارم بنتشرف بوجود الاستاذه الدكتوره نرمين السمنودي، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم. اهلا دكتوره بحضرتك. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا دكتوره نبدا مع حضرتك في اول فقرات البودكاست، وحابين نتعرف على حضرتك من البطاقه الشخصيه بطريقتك. انا دكتوره نرمين السمنودي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري. انا دكتور يمكن شايف ما شاء الله شهادات كتيره موجوده عند حضرتك، حتى برضو في الروشته بتاعت حضرتك شايف ما شاء الله يعني في رحله علميه كبيره جدا. حابين برضو دكتور ان احنا نعرف الرحله العلميه بتاعت حضرتك. واخده دبلوم ماجستير النساء والتوليد، ودبلوم الحقن المجهري جامعه برمنجهام، ودبلوم المناظير الجراحيه، ودبلومه التجميل النسائي، الدبلومه الامريكيه للتجميل النسائي. دكتوره نرمين، يعني خليني اسال حضرتك امتى هي اللحظه اللي حضرتك حسيتي انك انت لازم تبقي دكتوره؟ هو كان حلمي من زمان ان انا ابقى دكتوره من ايام الطفوله، وايام ثانوي بدات ان انا افكر ان انا ابقى دكتوره، وكنت بتمنى حاجه زي كده، وفعلا حاولت ان انا احقق الحلم ده واجتهدت لحد ما الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طبعا دكتوره نرمين يمكن من اهم واشهر دكاتره النساء والتوليد، يعني طبعا شرف لنا ان احنا نكون موجودين مع حضرتك. انا اسعد. دكتوره نرمين، لو رجع بحضرتك الزمن هتختاري نفس الطريق تاني؟ هختار نفس الطريق. طب ليه بقى؟ والله انا بحس ان مهنه الطبيب مهنه مهمه جدا، مهنه بتساعدنا ان احنا نحس ان احنا بنخفف الام الناس. بالنسبه لنا في النساء فكره الولاده وان انت بتديهم بيبي جديد بيبقوا فرحانين، الفرحه دي برضو فرحه كبيره. في الحقن المجهري وتاخر الانجاب لما ربنا بيكرمهم بيبقى في سعاده جامده جدا، دعواتهم بتبقى كفايه. فعشان كده لو يعني هبقى برضو نفسي ابقى برضو يمكن فكره الامل ان حضرتك تزرعي الامل، وخصوصا مع تاخر الانجاب، اعتقد دي من الحاجات اللي بتبقى فعلا المريض بيشوفها مع أكيد. حضرتك وبيحسها. اكيد طبعا. واكيد برضو لما بيشوف النتائج ويعرف ان هو او ان هي خلاص بيت حامل، فطبعا الدعوات دهيت اعتقد يعني هي كنز من الحاجات اللي هي دي فعلا الحاجات اللي بتفرحنا وبتخلينا نكمل في المهنه دي. طيب دكتوره نرمين، عايز اسال حضرتك برضو، يمكن عارف طبعا الدراسه في كليه الطب اكيد واجهت حضرتك تحديات كتيره جدا، فكنت حابب اعرف من حضرتك دكتوره ايه اكبر تحدي واجه حضرتك وحضرتك عرفتي تتغلبي عليه؟ في كليه الطب يعني شويه الجزء بقى بتاع المشرحه، ودخول المشرحه بيبقى جزء صعب، خصوصا ان احنا لسه بنبقى من سنه اولى، فبيبقى يعني الى حد ما صعب. ناس كتير مثلا ممكن يغمى عليها تتعب نفسيا، بس الحمد لله الواحد برضو حسيتي قلبك يا دكتوره؟ طبعا. لا بس عارف اللي هو ايه، انت عارف ان ده شيء مهم، فبدانا ان احنا نتاقلم عليه، وبدانا نتعود ان انت تبدا، دي حاجه اساسيه، فلازم انت تعيش، لازم تجتهد. اكيد طبعا. طيب بعد مرحله التخرج يا دكتوره، خلينا يمكن اخش مع حضرتك في مرحله الامتياز. مش عارف بقى، هل الامتياز كان في مكان حضرتك كنت عارفاه، ولا كان مكان اول مره حضرتك تسمعي عنه اصلا؟ ايوه، هو كان في مستشفى المحله العام، فمكان كنت عارفاه، يعني كانت سنه لطيفه يعني. طيب دكتوره نرمين، برضه حابب اعرف من حضرتك، يعني بعد ما خلاص بقى في الامتياز ودخلنا نبطشيات، فحابب اعرف من حضرتك دكتوره ايه الذكرى اللي دايما بتفكر حضرتك باوضه النبطشيه؟ والله ايام النبطشيات يعني كانت برضو ايام لذيذه، يعني في حاجات كتير حصلت فيها. يعني مثلا ما ننساش موقف في يوم كنا في النبطشيه، وبعدين لقينا راجل جاي يجري وان هو مراته ولدت في التاكسي، وجرينا كلنا طبعا بالالات بقى والادوات بتاعتنا ان احنا نلحقهم.
بتبقى حاجات شبه دي يعني ما بتتنساش، والحمد لله الست سليمه والبيبي سليم والحمد لله الدنيا كويسه. لله الحمد. طبعا يا دكتور انا عارف ان الوقت في النبطشيات يعني بيمشي، يعني ما بتكونيش محدده له اصلا ان هو يمشي بنفس السيكونس الطبيعي اللي هو بيمشي فعلا عليه. كل نبطشيه بيبقى لها نظامها الخاص يعني النصب. طب ايه اطول يا دكتوره نبطشيه عدت على حضرتك ما تقدريش تنسيها؟ هي النبطشية يعني احنا مثلا ايام الامتياز مرة كان جالنا حد جرح نافذ، وكانت حالة صعبة جدا، وكان كان الراجل ده بدأ ان هو فعلا يعني خلاص بيحتضر، فجرينا بقى كلنا ان احنا نسعفه، ودخل الجراحة الدنيا الحمد لله عملوا له عملية والدنيا تمام. فضلنا معاه بعد كده في العناية لحد ما الحمد لله بقى كويس. بتبقى حالات برضو صعبة وبتبقى يعني تخضك انها خلاص انت دقيقة بتفرق. صحيح. فلايف سيفنج، انت لازم ان انت تلحق ان انت تتصرف بسرعه جدا بحيث ان احنا ننقذ حياه شخص يعني. صحيح. طيب دكتور يمكن ده برضو اللي هيخلينا ننقل مع حضرتك لفقره لو لم اكن لو وددت ان اكون. لو لم اكن طبيب لو وددت ان اكون طبيب برضو. طيب لو ما كنتيش حضرتك طبيبه نساء، كنت حضرتك هتفضلي تخصص ايه؟ لا انا بفضل تخصص النساء، وكنت برضو لو هختار تاني هختار تخصص النساء. طيب دكتوره يمكن في العياده طبعا اكيد حضرتك بتشوفي مواقف كتيره جدا، منها الغريب ومنها الكوميدي، فخليني دكتور اعرف من حضرتك ايه اكتر موقف كان غريب حصل مع حضرتك في العياده؟ في مواقف كتير بتبقى غريبه، يعني احنا مثلا في العياده مره مثلا ست اتفاجئت انها حامل في السابع اصلا. ايوه، وكانت الست دي يعني المفروض ان هي فاكره انها خلاص، يعني هي فاكره ما بتخلفش، وفاكره انها خلاص وصلت سن يأس وخلاص. وبعد كده كانت مفاجاه كبيره جدا ان هي تبقى حامل وفي السابع وهي مش واخده بالها. كانت فرحتها فرحه يعني لا توصف لا توصف بمعنى الكلمه يعني. فموقف كان غريب وفي نفس الوقت جميل يعني، فرحه كبيره جدا، وان ربنا عوضها بعد ما كانت خلاص يأست او فقدت الامل. فدي حاجات برضو يعني بنشوفها كتير، بس يعني الموقف ده ما نساهوش. حضرتك ما تنساهوش ابدا. ايوه. طب دكتوره من اكتر المواقف الكوميديه اللي حصلت مع حضرتك في العياده؟ احنا بيحصل عندنا مواقف غريبه يعني، مثلا في التليفونات ممكن تلاقي حاله مره كانت متصله بيا الساعه 3 الفجر، يا دكتوره هو ينفع اكل شيبسي ولا لا؟ يعني ده مثلا ما انساش الحلقه دي الساعه 3 الفجر. ميه كتير. فعلا في حاجات كده ما بتتنساش. مره برضو موقف حاله مكلماني الصبح، كان يوم جمعه ومكلماني الصبح بدري جدا الساعه 9، ينفع هم طالبين النهارده سمك، ينفع يجيبوا لي معاهم ولا لا؟ عايزه تلحق برضه. ده غير طبعا ايام شم النسيم كل الناس بتسال مثلا عن الفسيخ، ناكل فسيخ ولا لا في الحمل مش عارفه ايه. ايام مثلا المصايف تلاقي السؤال الدارج، انفع عندك البسين ولا البحر؟ يعني لازم تقولي لي كده. فدي حاجات بتبقى يعني ايه كوميديه شويه الواحد صحيح. طيب الدكتوره يمكن في رسائل بتبقى من المريض اللي حضراتكم دايما بنشوفها بشكل كبير جدا، يعني زي مثلا الناس بتسال كتير عن تحديد نوع الجنين، والناس هي مش فاهمه الموضوع ده بيتم ازاي. فعلا في ناس كتير مش فاهمه النقطه دي. هو تحديد جنس المولود بيبقوا مستغربين ومش فاهمين ده ازاي بيحصل. هو زي الحقن المجهري، ولكن احنا بعد ما بيحصل حقن البويضه بناخد خليه من الجنين ده تتحدد جينيا، ونقدر نعرف الجنين ده هيبقى ذكر ولا انثى، وعلى اساسه انها بنحدد النوع وتقدر تنقل لها الاجنه الولاد مثلا لو هي عايزه تجيب ذكور. فهو يعني تقنيه حديثه وناس كتير مش قادره لسه تفهم، بس احنا طبعا لما بتيجي الحاله بنقدر نفهمها النقطه دي. بس دكتوره برضو يمكن في بعض المرضى بيبقوا متخوفين من حته الحلال والحرام في النقطه دي. ايوه فعلا السؤال ده بتساله كتير. في ناس فاكره ده حرام فبتبقى خايفه، لكن هو حلال لان في الاول وفي الاخر انت زرعت اجنه جوه الرحم. فكره الحمل او ان يحصل حمل فيهم او لا دي بايد ربنا. فاحنا بنسعى يعني، احنا مثلا حطينا الجنين وبعد كده ربنا لو اراد انها تحمل في ذكر ربنا هيكرمها بيه. برضو دكتوره يمكن اعتقد من رسائل كتير فكره الولاده بدون الم، يعني برضو حابين فعلا برضو بتسال عن النقطه دي. هي الولاده بدون الم دلوقتي يعني بتبقى مريحه للست، انها بتبقى قيصريه بدون الم، فهي مرتاحه مش حاسه بالتعب. هي بتنقسم نوعين، يعني في نوع اللي هو التاب بلوك، وده بيبقى عن طريق حقن بتتحقن في جدار البطن،
بتخدر الاعصاب اللي موصله للجرح، وبالتالي بتدي احساس انها ما بتبقاش في احساس بالالم لحد ما تبدا الاعصاب ترجع تاني تحس، فبتقعد مثلا يومين مش حاسه بالجرح، وده شيء بيبقى مسعد يعني، بيسعدها جدا انها مش حاسه. ولو على اليوم الثالث بقى بتبقى خلاص مرتاحه يعني. وله الطريقه الثانيه اللي هي البي سي اي او المضخه، ده بيبقى جهاز بيبقى فيه مسكنات معينه بتقلل الاحساس بالالم جدا، ممكن تستخدم لمده يومين او 3 تخليها مش حاسه بالالم خالص. فدلوقتي الوضع بقت سهله يعني، الناس ما بقتش تشتكي او تتعب زي زمان. اكيد صحيح اكيد. طب دكتوره برضو فكره الحقن المجهري، يمكن اعتقد ان في ناس بتخاف من فكره الحقن المجهري، خصوصا طبعا ان هي مش عارفه الاجراءات بتاعه الحقن المجهري، فايه راي حضرتك؟ فعلا في ناس بتبقى قلقانه من الفكره، خوض التجربه نفسه بيبقى مخوفهم جدا. فكره النجاح او الفشل، يعني فكره ان هيحصل حمل او لا، بيبقوا خايفين وقلقانين منها جدا. بس ده دورنا ان احنا نبقى نتكلم معاهم بشكل محترف، ان احنا نفهمهم، ان احنا نقلل قلقهم. التوتر اللي الست بتبقى فيه ده، الواحد لو فهمها كويس جدا ببساطه الموضوع، اتكلم معاها يعني بحنيه انها تفهم الوضع ايه، ده بيهديها طبعا. صحيح. وده بيساعد في فرص النجاح، انها ما يبقاش فيه توتر. بالظبط يا دكتور. ممكن اعتقد برضو من الحاجات المهمه ان فعلا بيبقى طبعا بيزود فرص النجاح طبعا. وطبعا يعني الصح ان احنا نفهم الست كل حاجه ونوصلها انها خلاص تبقى فاهمه الموضوع لدرجه ان مفيش قلق مفيش توتر. بالظبط. طيب دكتوره برضو حابين ان احنا نستفيد من خبره حضرتك الكبيره ونوجه رساله لشباب الاطباء. والله انا بقول لهم اجتهدوا، لان النجاح مش سهل. صحيح. لازم الواحد يسعى كويس جدا، ولازم ان احنا نمارس كل جديد في الطب. اي حاجه ان احنا لازم نجتهد ان احنا نتعلمها. يعني مثلا احنا في ايرا جديده مثلا زي التجميل النسائي عندنا، ده ما كانش مثلا ايام ما درسنا، لا بدانا نتعلمه. لازم ان احنا خدنا فيه كورسات ودبلومات ان احنا بالفعل خلاص بقينا بنشتغل، فده كان حاجه جديده، فلازم يواكب العصر. لازم اي حاجه جديده يتعلمها لازم يجتهد جدا ويدي طاقته للعمل عشان ان هو يبقى يقدر ينجح وان شاء الله يوصل لهدفه. يعني رساله من حضرتك لاسرتك؟ انا بقول لهم شكرا، لان هم دعموني كتير، ساعدوني ان انا اوصل للي انا عايزاه، ساعدوني في نجاحي، وهم جزء وشركاء في نجاحي ده. اكيد طبعا. ربنا يخليهم لك يا دكتوره يا رب ان شاء الله. خلينا دكتوره نرمين انتقل مع حضرتك لفقره احنا بنسال بس، وممكن كنت حابب اعرف من حضرتك مين اكتر حد اثر في حياه حضرتك المهنيه؟ انا عمو اكتر حد اثر في حياتي المهنيه، وعمو دكتور عبد المعطي السمنودي. هو من اشهر استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري في الغربيه، وبصراحه سعيده ان انا اتعلمت على ايده البرانش ده. هو اكتر حد علمني كل حاجه من وانا صغيره. بدات ان انا اشتغل عمليات كبيره جدا على سني لسه كان جيلي ما بيشتغلهاش. اثر في حياتي، ساعدني ان انا انطلق اسرع. فانا بكن له بالفضل ده فعلا، وما اقدرش انسى طبعا تعبه معايا يعني. ربنا يبارك له يعني، ويديله الصحه دايما يا رب يا رب ان شاء الله. طبعا هو علم من الاعلام بصراحه، وربنا يبارك في عمره يا رب ان شاء الله يا رب. دكتوره، لو ابن حضرتك او بنت حضرتك حب ان هو ياخد نفس الاتجاه الطب، حضرتك هتشجعيه؟ اشجعه لو كان قد المسؤوليه، لان الطب مهنه مش سهله، محتاجه اجتهاد. صحيح. محتاجه كفاح، محتاجه تعب، فلو هو فعلا قد المسؤوليه اشجعه. حد يبقى نفسه طويل طبعا، دي اهم حاجه. طيب دكتوره، ايه اكتر حاجه خلت حضرتك تبص على الطب بشكل مختلف؟ ايام الكورونا. ايام الكورونا كنت شايفه ان احنا يعني كل الناس خايفه قاعده في بيتها. احنا كنا بننزل، ما تقدرش ان انت تسيب حالتك، لازم ان انت تجتهد. فكنا عشان كده بيسمونا الجيش الابيض، لان فعلا احنا عملنا ما ينفعش ان احنا نتخلى عنه، فكان لازم ان احنا ننزل مهما كان الوضع صعب. فايام الكورونا بالذات حسستني بالنقطه دي. لو في حاجه حضرتك نفسك الناس تعرفها عن الاطباء؟ بيتعبوا جدا، بيتعبوا كتير، ومحتاجين برضو ان الناس تبقى فاهمه ان الدكتور يعني محتاج برضو وقت لحياته الاجتماعيه، محتاج وقت ان هو يعني ينام يرتاح زي الناس العاديه يعني. هم بس في ناس بتنسى النقطه دي. صحيح. هو دايما الناس بتبص ان الدكتور، وتحديدا دكتور النساء بالذات، ان هو المفروض يبقى افيلابل 24 ساعه. والله احنا بنحاول على فكره يعني، بس برضو يعني
في حاجات بتبقى مثلا اسئله بسيطه، يعني صحيح. عارف الحالات الكريتيكال طبعا اساسي. في ناس بتبقى اسئله بسيطه، ما بيبقاش مثلا ايه انهم مش فاهمين مستاهلة قوي. الانسان من حقه انه يرتاح شويه. صحيح. طيب دكتوره نرمين، مش عارف هل في صوره دايما حضرتك بتحتفظ بيها؟ صوره عيلتي. صورة عيلتك، ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. الله يخليك. دكتوره نرمين، يعني هو فعلا طبعا راي الدكتوره نرمين السمنودي مهم جدا بالنسبه لنا، فكنا حابين ناخد راي حضرتك في فكره البودكاست حكيم على السوشيال برعايه شركه كولفور. هي فكره جميله، لطيفه، لان ما اتكلمناش بشكل علمي اكتر، يعني اتكلمنا دردشه لطيفه وعرفنا الناس مثلا وجهه نظر يعني عن الدكاتره ما عرفوهاش قبل كده. احنا دايما بنتكلم علميا اكتر، فكانت لطيفه جدا وانا سعيده بيها. دكتوره نرمين، يعني شرف ليا ان كنت موجود مع حضرتك النهارده. انا اسعد جدا. ربنا يخلي حضرتك، وان شاء الله دايما نطمع ان احنا نكون دايما في بودكاست كتير مع حضرتك ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا جدا دكتوره نرمين. شكرا لحضرتك.